السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير، معكم سعيد. طبعا يا شباب اليوم قررت أعيش 24 ساعة بدون تلفون، يعني لا واتساب ولا انستغرام ولا سناب ولا يوتيوب. يعني شباب تخيلوا الآن رجعنا للعصر الحجري، فاليوم قررت إني أشارك معكم هذه التجربة وعاد إن شاء الله تعجبكم. وأنا جاي قلت أجيب لي شوية فطور وهذا الأشياء. طبعا قايم لكم الصباح، ها شوفوا شباب صباح قائمة، قايم لكم الصباح وجالس لكم هنا مروق وما أعرف مو. قررت شوية آكل يعني، لأن ترى توني قايم حتى ما متفول ولا شيء، يعني ما ماكل ولا فاطر. نشرب شوية من القهوة، بسم الله. والله مع هذا القهوة شباب، والله قهوة فنان الصراحة. لكن هو مو مشكلة رطوبة، يعني شوية رطوبة يعني حر شوية، تعرفوا عاد انتوا عمان النوب. فبس الله يعين يعني، قلت شوية اجي هنا اصور خارج وبعدها شوية ادخل يعني كذاك عاد نشوف اي شيء يعني ترى فيه هنا. فبس يا جماعة الخير اذا عجبنكم هذا الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة، لان هذا يحفزني عشان استمر وانزل لكم محتوى افضل. اوكي يا جماعة الخير، الحمد لله خلصت فطور، ولكن بحاول اشارككم كل شيء صار معي في هذا الفيديو. فيا شباب مبدئيا انا احس نفسي كني كمال مجنون، يعني ما فاهم شيء ما اعرف مو كذا، يعني متعود امسك التليفون يعني سبحان الله، يعني شوف حتى احس بركة في الوقت سبحان الله يعني. بس المهم خلينا نشوف لنا اي نشاط ثاني. طيب يا شباب الان بوريكم المكان، يعني مرة واحدة تستكشفوا البيت. تعالوا اوريكم. طبعا يا جماعة المكان ما مرتب يعني ملعوز، لكن بحاول اوريكم الاشياء اللي اقدر اوريكم اياها. يا شباب هنا عندنا العصافير، ما اعرف كذا ترى من اللان قلت بوريكم اي شيء. وهنا عاد شباب عندنا العاب مع الاطفال مثل ما انتم شايفين، ها العاب مع الاطفال. اظن هنا اذا هنا جيوا الاطفال يطيبوا، ها ولا مو تقولوا يطيبوا ذيل. رب والله شباب بعدني قايم من وقت وكل شيء، لكن بعده احس الجو يعني حر وما اعرف مو. شوف كيف الشمس ضاربه فيك، ايه بحاول اجلس في الظل يعني. طيب يا شباب جاهزين للمفاجأة الكبرى اللي بوريكم دول اياها؟ تعالوا شوفوا شباب. عاد هنا بوريكم عاد الحوض وما اعرف مو، يعني هذا طبعا جزء من المزرعة زين. ف ما اعرف عاد تسبح مو مشكلته حر هو، ولا انا عادي ترى تسبح. الله بستو على ذا المناظر اجلس هنا. والله شباب مبدئيا في هذا التحدي احس عمر يعني ملان، لا اشعارات لا شيء يعني. تو تقول لي سعيد انت مو قصور صح انا بالتلفون، لكني مبند الاشعارات مبند كل شيء مبند هذا الاشياء، يعني بس مخلي التلفون هالاشياء يعني ضرورية مثل التصوير، اما اشياء ثانية لا، يعني مواقع التواصل الاجتماعي اكيد لا. تو مو اسوي لكم انا، مو اروح اسوي لكم مو المحتوى ماشي محتوى. ندور محتوى شباب، تعالوا معي ندور محتوى. طبعا يا شباب انا طبيعتي يوم اقوم ولا شيء شويه ابى امشي يعني حركه شويه كاك حتى لمده 3 دقائق دقيقتين يعني تحرك شويه جسمك يعني. طيب يا جماعه الخير اتوقع خلاص يعني لازم ارجع البيت، لان الوضع ما يطمن، حراره وشمس تضرب فيك يعني. عاد شويه ترجع البيت هناك تروق وذا الشيء. اوكي يا جماعه الخير رجعت لكم بعد ما رجعت للبيت، وطبعا قررت اني اسوي لي اي شيء مفيد، فقلت ليش ما اقرا لي كتاب. واليوم بيكون معنا كتاب من المؤلف ستيفن ار كوفي، وهذا هو العادات السبع للاشخاص ذوي الفعاليه العاليه. بسم الله نبدا نقرا. وهنا شباب لو تلاحظوا اني كاتب هنا عباره بسيطه، وهي اذا كنت لا تحب القراءه فانت لم تجد الكتاب المناسب بعد. فكتبتها كذا ذي العباره عشان تحفزني لما اريد اقرا ولا شيء. طبعا عاد اعذروني على الخط، اعرف ان خط يعني ما نمشي الحال، بس يعني عاد مشوه. بس اذا تريدوا الصراحه ما كملت حتى الصفحتين، واحس نفسي اريد افتح لي اي مقطع ريلز او يوتيوب شورتس، بس عاد الله يعيني اذا كانت هذه البدايه كيف بعدين. اوكي يا شباب كذا خلصنا قارئين، وعاد اروح اسوي لي اي شيء ثاني. ويا شباب نسيت اخبركم ملحوظه في هذا التحدي، وهو اني انا ما اقدر لا اتابع تلفزيون ولا ايباد ولا هذا الاشياء، يعني بكل اختصار الشاشات بشكل عام يعني. لكن انا بقول لكم هذا التحدي بحاول قدر الامكان ابعد عن الشاشات، او اصلا ما استخدمها اللي برا. اوكي شباب من الملل الصراحه قررت اني اسوي لي اي شيء. قررت اني ارتب غرفتي. طبعا احنا مرتبنا شويه ذا المكان كان بعد متلعوز اكثر من كذا، هو اصلا اوريدي تو متلعوز اصلا من قبل يعني. عاد ما اعرف اني اسوي يعني، عاد عذروني الصراحه المكان متلعوز شويه، يبالي يعني اضبطه، بس ما عليكم تو بضبط لكم اياه. طيب يا جماعة الخير الآن رجعت لكم بعد ما رتبت الغرفة. الصراحة ما عليكم يعني من الترتيب كذا، يعني ترتيب ما نمشي حالك يعني، بس قلت المهم اسوي لي اي شيء مفيد. طبعا يا جماعة الخير انا جالس الآن اصور في السيت اب، لكن انا مشغل لا البلاي ستيشن ولا الشاشة يعني، فيعني عشان يكون تحدي الصدق حاولت قدر الامكان اني ابعد عن الشاشات. يا اخي والله شباب ما عارف حتى وش اسوي يعني.
يعني ملل، مو خليني اسوي له اي شيء. اوكي شباب، الان وصلنا لوقت الغداء. انا عادة لما اكل افتح يوتيوب واشوف مقاطع، بس الحين انا بدون تلفون ولا عارف ايش اسوي. حتى ما قدرت اصور لكم ستوري واكتب غدا اليوم. اكيد الناس اللي في الانستغرام قالوا وين سعيد شكله مختفي. بعد الغداء بديت احس اني افكر كثير في التلفون، وكأن عقلي يقول وين التلفون، عطيني ولو حتى مقطع واحد ريلز. يعني تخيلوا حتى صوت الاشعارات ما سمعته. الحين يا شباب اكتشفت اني مدمن تلفون حرفيا. اوكي يا شباب، مثل ما انتم شايفين الان طلعت برا. يعني قلت شويه اغير جو، لان الصراحه الجو في البيت شوي يعني كما تقول ملل وهذا الاشياء، فقلت خليني اطلع شويه اغير جو. مبدئيا يا شباب، هذا التحدي اللي انا سويته اللي هو 24 ساعه بدون تلفون، الصراحه كان فيه فوائد عديده. ومنها يعني حصلت اني انا اجلس مع اهلي او مع اسرتي بشكل يعني اكثر من اني كنت لما معاي التلفون. فصراحه يعني هذه نقطه تحسب لهذا التحدي. ويعني صرت احس عمري يعني احب التجمعات مع الاسره وهذا الاشياء يعني، واسولف معهم. فحسيت ان التلفون كان حاجز بيني وبين يعني الاسره. يعني التجمعات وهذه الاشياء، يعني تسولف مع اسرتك وهذه الاشياء. يعني التلفون كما تقول يعني يخليك يعني جالس وحدك وهذه الاشياء، يعني ما اجتماعي، فهمت له. وايضا يا شباب احس ان الحياه صاير لها طعم، يعني عكس لما كان معك قبل التلفون. لان لما كنا نحن معانا التلفون يعني كنا نقلب ريلزات ويوتيوب شورتس وذا الاشياء، يعني نص وقت نسكرول سكرول سكرول وتقلب وذا الاشياء يعني. وايضا يا شباب احس انه في بركه في الوقت، يعني سبحان الله. يعني التلفون ماخذ جزء كبير من حياتنا. يعني اشوف ان هذا التحدي انصح اي واحد صراحه يقرب هذا التحدي ولو يوم واحد. قرب وشوف يعني، وبتشوف ان في تغيرات كبيره بتشوفها. اوكي يا جماعة الخير، الان وصلنا لختام هذا اليوم. قررت اني اختتمه برياضة كذا خفيفة، يعني امشي على الخفيف في الحلة. وايضا شيء نسيت اخبركم عنه، واللي هو لما تبعد عن التلفون الصراحة اول شيء عقلك يرتاح. يعني لا تفكر في شيء وهذا الشيء، يعني يصير عندك صفاء ذهني. يعني ما بتحصل اشعارات ترد عليهم ولا رسائل، يعني الضغط حرفيا راح عنك. تقدر تقول ان تجربة حلوة. فاوكي، نلقاكم عاد في اليوم اللي بعده. وعاد ان شاء الله بستعمل التلفون الساعة 6 الصباح، نفس التوقيت اللي انا قايم فيه تقريبا. وعاد نشوف. هلا والله شباب، رجعت لكم في اليوم اللي بعده، واخيرا قدرت استعمل التلفون. والله شباب اشعارات واجد جايتني، لكن الصراحه ما كان فيه شيء يعني مهم جدا. وطلعت كل الاشعارات اللي في الهاتف هذا كله كلام فاضي وما يسوى شيء، يعني ما ضروري. بس نحن كنا نحسب ان هذا شيء ضروري ولازم نرد عليه وهذا الاشياء. صح ان اوقات في حياتنا لازم نستعمل التلفون، بس اللي اكتشفته ان اللحظات الحقيقيه تجينا لما نبتعد عن التلفون شويه. واذا شفت هذا الفيديو لين هنا خذها عبرة مني، جرب تعيش بس يوم واحد بدون تلفون، صدقني بتحس بفرق كبير. يمكن تكلم شخص ما كلمته من زمان، ويمكن اصلا حتى تجيك افكار جديدة وتحس انك مرتاح في نفس الوقت. وبس في الختام، اذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وايضا اريدكم تكتبوا لي في الكومنت هل تقدروا تعيشوا 24 ساعة بدون تلفون ولا هذا شيء مستحيل. وبس، سلام.